رسالتي للميكانيكية والكهربائية: ينفع بعد إذنك قبل ما تخليني أغير 100 حساس و100 قطع في العربية وتقول لي لا 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 عيب عليك، ده سببه كذا؟ أقول لك طب بص بس على فيشة كذا، بص بس، طب تيجي ننضف بس كده، أصل أنت هتقعد تضيع لي وقت يا بيه. خلص روح هات الحاجة وتعالى، معكش فلوس بقى، ما تجيش تشحت من الآخر، بيجوا يكلمونا كده صح؟ وبعد ما أغير العربية كلها نطلع الحاجة اللي مفيش، عايز اصغر يا ابني، هتخسر ايه؟ ما انت كده كده برضه نظفت نفس الحاجه ورجعت عليها. يا عم اكسر الايجو بتاعك، ابوس ايدك، عشان انت بتكسر محفظتي، بتكسر قلبي. بالله بالله نبص الاول على الحاجات الاساسيه، وبعد كده نغير بقى الحاجات الكبيره اللي انت عايز تغيرها دي. ولا انت بتاخد نسبه على قطع الغيار ولا بتعمل ايه انت؟ انا مش فاهم. وانا ولا ميكانيكي جامد زيك، ولا بنجم ولا مخاوي ولا اي حاجه، بس انا عارف عربيتي وايه اللي عمره افتراضي وايه اللي اصل لما حصل ايه حصل ايه، فاهم؟ وعادي لما اسال جيميناي ويشجعنا ويساعدنا ويشوف ايه الحل وايه المشكله، وتطلع هي في الاخر ويبقى شكلك كلوت، شكلك كلوت، ومدفعني فلوس قد كده. يخرب بيت شكلك، انا الفلوس تهمني.